كلنا هنمشي، دي الحقيقة الوحيدة اللي مفيش فيها نقاش. بس السؤال مش امتى هنمشي، السؤال ازاي هنمشي. في ناس لما بترحل من مكان، المكان بيفضل زي ما هو كأنهم ما كانوش موجودين فيه. إنما في ناس لما بيمشوا بتحس إن في نور اتطفى وإن في فراغ مفيش أي حد في الدنيا يقدر يملاه. النهاردة هنتكلم عن أدب الغياب، إزاي تسيب وراك فراغ جميل، وإزاي يكون رحيلك هو البداية الحقيقية لأثرك. أهلا بيك في الأثر 29، الرحيل. الرحيل مش دايما معناه الموت. الرحيل هو إنك تمشي من الشغل مثلا، أو تسيب مكان، أو تنهي مرحلة من حياتك. الأثر الحقيقي بيبان ساعة ما تغيب، ساعتها بس الناس بتعرف قيمة اللي كنت بتقدمه. الإنسان اللي ساب أثر هو اللي سيرته بتفضل تطبطب على الناس وهو مش موجود. الرحيل بجمال هو إنك تخرج من حياة الناس وانت نضيف، مفيش حد له عندك مظلمة، ومفيش قلب انت كسرته. بصمتك في الرحيل هي الذكر الطيب، الكلمة اللي بتتقال في غيابك وبتحسس الكل إن الدنيا كانت أحلى بيك. مفيش خلود أعظم من إنك تعيش في ذاكرة الناس كخاطر جميل مر بحياتهم ومشي، بس ساب ريحته في كل مكان. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، من عاش بالإحسان عاش مكرما، وإذا مضى بكت عليه المعاني. احنا مش بنختار بدايتنا، بس بنختار النهاية اللي الناس بتفتكرنا بيها. تخيل معايا كده، الناس هتقول عنك ايه لما اسمك يجي في وسط الكلام وانت مش موجود؟ هل هيقولوا يا ريت ايامنا ترجع، ولا هيسكتوا؟ قرارك النهارده. ابدأ رسم لوحة وداعك من دلوقتي، صلح علاقتك المكسورة، سيب كلمة حلوة في ودن حد، ازرع جميل في مكان هتمشي منه بكرة. خليك الغيث اللي لما بيمشي بيسيب الورد مفتح وراه. وأثرك قرار صغير النهارده.